السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في قناه طبخ سهل وصحي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم بسكوي اولا غريبه كتجي هشيشه من الداخل ومعلكه لذيذه بزاف. مقادير جد بسيطه ومتوفره في كل البيت، تقدروا تحضروه في ربع ساعه، ما كياخذش نهائيا الوقت. تقدروا تعطيوه لولادكم المدرسه اولا تحضروا الكوتي. بالنسبه للمقادير فكنحتاجوا البيضه، رشيشه ديال الملح، كاس لاروب ديال السكر سنيده، وساشي ديال الفاني. كنخلطوا كلشي مزيان حتى تذوب لينا سنيده. من بعد كنضيفوا كاس لاروب ديال زيت نباتيه، وكنستمروا في التحريك حتى كيتجانسوا لينا العناصر كاملين. وغادي نضيفوا كاس لاروب ديال النشا اولا مايزينا، وكنخلطوا مزيان. النشا هي اللي كتخلي هاد الغريبه تجي هشيشه، كيف ما شفتوا معايا ما فيهاش الزبده، فضروري نديروها. غادي نزيدوا ساشي ديال خميره الحلويات، ومن بعد كنبداو نضيفوا في الدقيق شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. فهنا انا هزات ليا 2 الكيسان لاروب ديال الدقيق، وكنبداو نضيفوه بشويه بشويه، ما نضيفوش كلشي خطره وحده. وكنزيدو كذلك ساشي ديال الكاكاو ما يعادل 7 غرام. تقدروا تعوضوها بمعلقه كبيره عامره ديال الكاكاو ديال العبار على حسب المتوفر عندكم. هنا غادي نجمعها بايديا، غادي نزيد الكميه اللي بقات ليا ديال الدقيق، وغادي نحاول نجمعها مزيان حتى نحصلوا على هذا القوام اللي كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيد تقريبا معلقه كبيره اولا 2 المعالق كبار ديال حبيبات الشوكولا. الا ما كانوش عندكم يمكن لكم تستغناو عليهم، اولا تقطعوا الشوكولا القطع صغيره بزاف وتزيدوها مع العجينه ديالكم. هذا هو القوام ديال العجينه، ما كيكونش كيتلصق وفي نفس الوقت كتكون رطبه. غادي نكوروها. بالنسبه للحجم فعلى حساب الاختيار ديالكم، هي كتزيد في الحجم في الفران. غادي ندخلوها للفران على درجه الحراره اللي تكون متوسطه، نشعلوا عليها الفوق والتحت ونخليوها 10 دقائق ونخرجوها نخليوها حتى تبرد، عاد نقدروا نهزوها من اللاطه. وهذه هي الغريبه من بعد ما خرجتها من الفران، كتجي مشقه ولذيذه بزاف. غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. كنتمنى تجربوها وتشاركوا الوصفه مع اصدقائكم وحبابكم، وما تنساوش تخليو لايك وكومونتير. ولا ما كنتوش مشتركين في القناه كنتمنى انكم تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.